مرحبا بكم في قناتنا. اليوم لدينا قصة مثيرة مليئة بالأسرار والتقلبات. سنتحدث عن واحد من أكثر المشاهير الذين أثاروا الجدل خلال السنوات الأخيرة. كيف وصل هذا الشاب الصغير إلى الشهرة بسرعة؟ وما الذي حدث بعد ذلك ليجعله يختفي عن الأنظار؟ القصة التي سنرويها اليوم تتضمن صعودا سريعا، تحديات مهنية وأحداث غير متوقعة أثارت بشكل كبير على حياة هذا الشاب وعائلته. فاستعدوا لاكتشاف تفاصيل هذه القصة المشوقة التي قد سمعت عنها ولكن لم تكن تعرف كل جوانبها. هيا بنا لنبدأ. الولد هذا في الصورة هل سبق وشفته من قبل؟ صحيح، هو معروف وجذب انتباه الجميع، لكن هل تساءلت يوما أين اختفى؟ ولماذا لم نعد نراه كما كنا؟ في هذا الفيديو سنغوص في قصة هذا الشاب بداية من طفولته مرورا بعالم الفن وحتى تاريخه المثير الذي كشف لنا الكثير. الولد الذي نتكلم عنه هو جيدن سميث، نجل النجم الشهير ويل سميث. بدأ جيدن حياته الفنية مبكرا، لكن مسيرته كانت مليئة بالتحديات والضغوطات. دعونا نعود قليلا إلى الوراء ونكتشف كيف بدأت القصة. جيدن سميث ولد في عام 1998 وكان دائما محاطا بالأضواء بفضل شهرته والده ويل. من سن مبكر بدأ جين يظهر موهبته في التمثيل والغناء، وحقق نجاحا كبيرا بمشاركته في أفلام مثل السعي وراء السعادة الذي مثل فيه بجانب والده. نجاح الفيلم لم يكن سوى البداية لمستقبل واعد، لكن الحياة لم تكن سهلة عليه. بينما كان جيدن يستمتع ببداية مشواره الفني، كان عليه أن يواجه التحديات المرتبة على كونه نجل أحد كبار النجوم هوليوود. الضغط الذي عاشه والضغوط من المتابعين والنقاد شكلت جزءا كبيرا من مسيرته، مما أثر على مسيرته الفنية وجعله يدخل في مرحلة من الانعكاس الشخصي. استمر جيدا في العمل في مجال الفن وظهر في مشاريع عديدة، لكن الأضواء لم تكن دائما في صالحه. بدأ الصحافة تتحدث عنه، تراجع أداؤه وانتقادات كبيرة وجهت لها، مما أثر على صورته العامة. فماذا حدث له بعد ذلك؟ وكيف تطورت مسيرته من النجاح إلى مواجهة الانتقادات؟ تابعوا معنا لتكتشفوا التفاصيل الكاملة لهذه القصة المثيرة. بعد النجاح الكبير الذي حققه جيدن سميث في فيلم السعي وراء السعادة، كانت الأمور تبدو وكأنها تسير في الاتجاه الصحيح، لكن في وقت لاحق بدأت تظهر بعض التحديات التي لم تكن متوقعة. في البداية حاول جيدن استثمار نجاحه في مجالات جديدة، حيث أطلق مجموعة من المشاريع الفنية استثمرت في عمله كممثل وكمغني، وحاول توسيع آفاقه بتجربة مجالات مختلفة مثل الإنتاج الموسيقي. لكن رغم كل الجهود التي بذلها بدأ يظهر تراجع واضح في مسيرته الفنية. تزامن هذا التراجع مع صعود بعض الانتقادات الحادة، حيث اعتبر البعض أن جيدن لم يكن قادرا على التمييز بعيدا عن ظل والده. هذه الانتقادات أثرت عليه بشكل كبير، مما دفعه لاتخاذ قرارات غير متوقعة في حياته المهنية. أحد أبرز هذه القرارات كان محاولة الدخول في مجال الموسيقى بشكل أكثر جدية. أطلق جيدن الألبوم الأول في عالم الراب، لكن ردود الأفعال لم تكن كما كان يأمل، في حين أن بعض الناس اعتبروا أن أغانيه كانت مبتكرة وجديدة، إلا أن البعض الآخر انتقدها بشدة. في هذه المرحلة كان هناك تحول ملحوظ في كيفية تعامل جيدن مع وسائل الإعلام ومعجبيها. زادت تصريحاته المثيرة للجدل التي كانت أدلى بها، مما أسهم في تصاعد الانتقادات ضده. بينما حاول تحسين صورته ورفع من مستوى أعماله الفنية، كان هناك شعور عام بالإحباط بسبب عدم تحقيق الأهداف التي كان يطمح إليها. رغم استمرار هذا التراجع، اتخذ جيدن خطوة جريئة، ينشر تصريحات مثيرة للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لم يكن ذلك سوى بداية لمجموعة من التصريحات الغريبة التي أثارت استياء واسعا. تصاعدت الانتقادات تجاهه وشكك الكثيرون في قدرته وطموحاته. في نهاية المطاف، تجربة جيدن سميث تلخص قصة مليئة بالتحديات والصراعات الشخصية والمهنية، من الصعود السريع إلى النجاح الباهر إلى مواجهة الانتقادات والتجارب الصعبة. يظهر لنا أن الحياة في دائرة الضوء ليست دائما كما تبدو، ورغم أن بعض الناس قد يعتبرون قصة جيدن سميث قصة فاشلة، إلا أنها في الحقيقة تحمل دروسا قيمة عن المرونة والتحمل في مواجهة التحديات. إن مسيرته تذكرنا بأهمية الإصرار والتكيف، وكيف يمكن للأفراد أن يتعاملوا مع الضغوطات التي تواجههم بطريقة إيجابية. لا تنسوا أن تشاركوا هذا الفيديو إذا أعجبكم، واشتركوا بالقناة
القناة لتصلكم أحدث الفيديوهات، وشاركوا آراءكم في التعليقات حول ما تعتقدونه أنه يمكن تعلمه من قصة جيدن سميث، وكيف يمكن أن تؤثر الانتقادات على الشخصيات العامة. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم.